نطبق فكر القائد عبد الله أوجلان انه يعم السلام والامان بسوريا، انه بجميع الطوائف انه يمشون على الراي الفكر القائد عبد الله أوجلان. ونتمنى من العرب كافة والكرد والكل انه نطبق هالموضوع هذا ونمشي على فكر القائد عبد الله أوجلان انه عم السلام بجميع سوريا، مو انه يعني ناس وناس. وبالنسبه للقائد يعني هو حررنا من انه خلانا نحس فعلا انه احنا بشر، كنا معدومين الحياه كنساء. اما صارت تساعدنا حريه مساواه بين الرجل والمراه، صارت المراه لها الحريه وتعرف قيمه انه فعلا اني صرت انسانه حيه. والله انا اول شيء بدي اقول لك انه نحن اول شيء مشتاقين نشوف القائد، إن صار لنا سنين عمر عم ننطر نشوفه بخير وسلامه. وقائد عم يوجه رساله للاخوه العرب كلها بشكل عام من جميع الطوائف انه نكون متكاتفين متضامنين ايد واحده مشان حريتنا، حريه الشعوب، حريه القائد. بالعكس حررها، من قبل كان بعادة وتقاليد كانت بحجر المراه ما لها قيمه، هلا بالعكس صارت مساواه بين الرجل والمراه. المراه صارت تطلع بالمجتمع تقدم حقوقها بشكل عام، يعني فرض حريتها، طلعت بين عام تشتغل مؤسسات تعليم، صار عندها حريه بشكل عام. يعني متطلباتنا اول شيء بدنا حريتنا، حريه القائد اول شيء، حريه الشعوب. ليك الوضع نحن بالمخيمات صار لنا سنين معاناه، عندنا محرومين، اطفالنا عندنا مستقبل ضاعت. الكل يعرف مدى صعوبة الأمر وحساسية الوضع في سوريا بشكل عام وفي منطقتنا بشكل خاص. نشوف على التواصل الاجتماعي التهديدات، نشوف خلق الحرب، الفتنة الأهلية بين المكونات، خاصة أنه نحن كفكر الأمة الديمقراطية فكر يسعى لتوحيد الجميع وإعطاء الجميع حقوقه. وأتت رسالة القائد عبد الله أوجلان بالوقت المناسب تماما عندما استصعب الوضع على الأهالي جميعا. فنرى أن رسالة القائد عبد الله أوجلان تؤكد مرة أخرى على توحيد جميع المكونات، توحيد جميع الأديان والأطياف والمعتقدات. فلقينا التأثير من الأهالي الموجودين في هذه الرسالة في مخيم واشوكاني، وسنسعى وسنبقى نحن كشعب وكإدارات في الاستمرار في فكر الأمة الديمقراطية ومقاومة قوات سوريا الديمقراطية.